السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مصطفى بدير من كوكب الرخام والجرانيت. أحب أشكر أصدقائي وأحبائي ومتابعيني على القناة اللي بيدعموني طول الوقت ويخلونا أنشر فيديوهات أكتر. احنا دلوقتي معانا حوائط السلم من أول التلابيس والحوائط كلها. هي الرسمة عبارة عن التلابيس وخرزانة وشريط احمر رويال جرانيت، والحطات هتبقى على الواقف المره دي، على الواقف مش على المايل يعني، والشريط احمر فوق والخرزانه. احنا دلوقتي بنفتح التلابيس زي ما انتم شايفين. انا علمت التلابيس اهوت، وبنفتح التلابيس على مقاس ال4 سم بتوع الدرجه. ودلوقتي طبعا وانتوا بتتفرجوا على الفيديو كده يعني ايه، لايك وتعليق ومشاركة للفيديو عشان يوصل عند ناس كتير. دلوقتي انا خلصت التلابيس اهوت، وبعلم معايا انا القدة طبعا جايبه القلبة بحالها، يعني احسن من الخيط يعني. طبعا انا معلم هنا على الجدار اللي هو ايه 3 سنتي عشان ونظبط التلابيس. اول تلبيسه بنظبطها ميزان ونمشي الباقي كله عليها ايه على علام اللي انا واخده، وبرجع نظبط تاني بالقد عليه برضه، عشان ما يبقاش في ايه تلابيس مايله ولا حاجه، يعني يبقى كله ايه خط مستقيم مع بعض. ودلوقتي بقى واحنا بنركب الحواط اهوت بنرشها ميه عشان العفره مكان قطعيه التلابيس وشطف الشغل. طبعا الجدار كله ايه غرقان عفره، فبنرشه ميه عشان ايه ما يعملش عازل ما بينها وما بين السقيه. وتابعوا الفيديو معانا اهوت. ودي طبعا اول حطه في القلبه بنظبطها ميزان والرفرفه بتاعتها، وبرجع بالقده تاني اظبط على الشريط عشان ما يرجعش فوق، يبقى مثلا تبقى الرفرفه كلها موحده، ما يبقاش في رفرفه زايده عن التانية ولا حاجه. هو يبقى الرفرفه سنتي، يبقى كله معاك الرفرفه سنتي. وان شاء الله الشغل هيعجبكم يعني باذن الله.